السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ وحشيني من قناتي بيتي، يا رب تكونوا بخير. جيت النهارده وحبيت اعمل معاكم طريقة كده سهلة للبطاطس بالفراخ. لو عندك فراخ زايدة من عيالك مش راضيين ياكلوها وبايتة، ممكن تجيبيها وتستغليها وتعمليها احلى كفتة فراخ بالبطاطس. انا عندي كان هنا صدرين فرمتهم، وحطيت عليهم حتتين جبنة رومي كده، شريحتين جبنة رومي فرمتهم معاهم. وجبت 4 بطاطسات مسلوقين وهرستهم بالهراسة. وعندي هنا ملح وفلفل اسود وبودرة بصل بودرة ثوم ومعلقة مرقة وحتة زنجبيل. وهنا طبعا 2 بيضة وعليهم شوية حليب. يلا بينا نبدأ الخطوات. اول حاجة هجيب كمية التوابل اللي عندي، احط نصها على البطاطس، وهحط منها جزء على البقسماط بتاعتي، عشان هي بقسماط ما فيهاش اي نوع من انواع التوابل. البقسماط الخشنة اللي بنجيبها من عند العطار، وانا فرمتها طحنتها عشان تبقى ناعمة. هنحط نص المكونات زي ما قلنا اهو بالشكل ده، وهحط النص التاني على البطاطس. وبعد ما حطينا التوابل على البطاطس هنزل عليها بالفراخ بتاعتي اللي انا فرمتها، وهعجنهم مع بعض كده، وهفضل اعجن فيهم بايدي. عفوا اهو بالشكل ده. هعجن فيهم كده والم العجينه بتاعتي. وبعد ما عجنتهم كورتهم بالشكل ده وضغطت عليهم. طبعا كل واحد يعمل الشكل اللي هو عاجبه ويريحه. بعد كده هاخدهم بعد ما كورتهم كلهم هحطهم في الفريزر يرتاحوا شويه كده، عشان اعرف نعملهم بالبقسماط والبيض، ونعرف نقليهم من غير ما يهتولوا مننا. نحطهم حركه نص ساعه، ساعه الا ربع بالكتير، يعني لو انتي مستعجله. يلا بينا نحط. بعد ما حطيناها ارتاحت في التلاجة ساعه الا ربع، هنيجي بقى بعد كده نحطها في البيض، وناخدها نحطها في البقسماط بالشكل ده. هنخلص كل الكمية بنفس الطريقة. نحط في اللبن بالبيض، بعد كده هنزل بيها على البقسماط. وبعد كده هنزل بيهم في الزيت بالطريقة دي، زيت كثيف كده يكون كتير في الطاسة، وهنزل بيها احطهم بعد ما الزيت يغلي لحد ما ياخدوا اللون الذهبي اللي احنا متعودين عليه. خدت اللون الذهبي وقربنا نخلص كل الكمية اللي عملناها اهو. بعد كده طلعناها حطيناها في الطبق بتاعنا، ومعاها جنبها شويه كاتشب وشويه طحينه. والف هنا وشفا على قلبكم. ما تنسوش تدعموني باللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي بيتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.